السلام عليكم. اليوم مع امير ان شاء الله راح نديرو شوفلور صوص حمراء. نبداو بالمقادير، يعني ماشي دائما لازم اللحم ولا الدجاج باش نطيبو، نديرو يعني وصفات بدون لحوم بدون دجاج. اذا نسكرفج الثوم تاعي، حوالي 3 فصوص تاع الثوم، اللي تحب الثوم اكثر تقدر تزيد. ندير لهم حوالي مغرف تاع طوماطيش مصبره. ربما راكم تعودتوا على لاصوص الحمراء تاعي. ان اللي تحب البصل تقدر دير حبه بصل تقطعها رقيق تزيدها معاهم تقلى مليح. نزيد عليهم حوالي حبيبه تاع الطوماطيش تكون كبيره، اذا كانت صغيره دير 2 حبيبات. اذا نخليهم يتقلاو. ندير التوابل، فلفل الكحل، ندير لهم شويه تاع الكمون وشويه تاع الملح، شويه تاع المعدنوس بس لاصوص تاعنا تجينا يعني بنينه. نقلي مليح هذيك الطوماطيش تاع الحب مع الطوماطيش مصبره مع الملح. لان هنا بعد ما تقلات لي مليح هذيك الطوماطيش نزيد لها شويه تاع الماء، حوالي كاس تاع الماء ولا 2 كيسان تاع الماء حسب المقادير اللي درتيها نتيا. الا كثرتي خليها تغلي، تعاود تختار ونطفي عليها. هنا ندوزو المرحله المواليه. هنا حكمت الشوفلور قطعته يعني هكذا دي بوكي، غليتهم في الماء والملح فقط حتى طابوا. من بعد واش ندير؟ نحكم 2 حبيبات تاع البيض، ندير لهم حوالي 2 مغارف كبار تاع الفارينه، يعني عينك ميزانك. ندير لهم شويه تاع فلفل اسود وشويه تاع الملح فقط باش ما يجوناش صامتين، ونخلطوا كيف كيف. تعتبر يعني وجبه سريعه، يكون عندك فقط الشيفلور مغلي، يعني في 10 دقائق راح توجدي هاد الوجبه هذه. اذا نخلط مليح حتى ترطب لنا هذا الخليط يولي رطب. من بعد واش ندير؟ نحكم هذاك الشوفلور تاعي نديرو في هذاك الخليط اللي درتو تاع البيض والفارينه ونقليه في الزيت عادي بهذه الطريقه. نزيد وحده، لازم تخلو الزيت تسخن مليح، انا ما خليتهاش سخنت مليح. اذا ونقلوه كما قلت لكم. هذه الوصفه بزاف تجي بنينه وخفيفه وسريعه في نفس الوقت. اذا نديرهم في الزيت، نقلي الشوفلور تاعنا. هنايا نقلبهم نحمرهم مليح في هذيك الزيت ونحيهم. اذا نقلي كامل الشوفلور تاعي بنفس الطريقه ونحيه من الزيت. هنا بعد ما خثرت لي هذيك لاصوص تاعي كما نشوفوا راهي خاثره، الشوفلور تاعي راني قليته، يعني والله غير يجي ناشف من الزيت ما يجيش مزيت كما رانا نشوفوا. نحط لي بوكي تاع الشوفلور تاعي في لاصوص طوماط. هنا اللي افراد العائله تاعهم يعني كتار يقدروا يزيدوا الحميصه، تقدري ديري فيها الزيتون يعني كما حبيتوا. نخليهم على نار قليله يتجمروا حوالي 5 دقائق، نغطيهم من بعد نطفي عليهم. الان راح نسربي الشوفلور تاعنا بسم الله. راهو تشرب هذيك لاصوص كامل، يجي روعه هذا الشوفلور هذا، يجي خفيف هكذا باش الواحد يقدر يتحكم في الميزانيه تاع الدار تاعو. يعني كما وصيتكم ها هي، يعني ماشي غير اللحوم ولا الدجاج اللي نقدروا نديروا الاطباق الشهيه. راه كاين الشوفلور في الاسواق، نغتنم الفرصه باش نوجدوا اطباق بها. اذا ها هو نرمي عليه شويه تاع لاصوص، ريحته ما شاء الله.
هنا اللي يحب يزيد الدجاج يقدر يدير لاصوص تاعو بالدجاج، حتى هي راح تخرج ما شاء الله. دائما الطبسي تاعنا ننظفوه بهذه الطريقه، نزينو بشويه تاع المعدنوس ونقدموا الطبق تاعنا. ها هو شوفوا له بالصلصه الحمراء. ان شاء الله يعجبكم، وإلا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.